احنا 5 اصحاب. في يوم خرجنا رحنا البحر، ظبطنا الخيمه والاكل والشرب وكل حاجه، وانا بصراحه كنت الوحيد فيهم اللي ما بصليش. والدي كان امام مسجد، كان لما يصحيني عشان اصلي اخد العربيه الف بيها شويه وبعدين ارجع البيت. المهم اصحابي قرروا ينزلوا يغطسوا، وانا فضلت قاعد في الخيمه لاني ما بعرفش اغطس. وانا قاعد على الشط لقيت شباب كانوا قاعدين جنبنا بيقيموا الصلاه وهيصلوا، وانا عشان اهرب من الصلاه كالعاده قمت قررت انزل اعوم شويه في الميه. قعدت اعوم لغايه ما فجاه لقيت نفسي حاجه بتسحبني لتحت، وانا ازق نفسي واهرب وبرضه مفيش فايده. جربت كل الحركات اللي اتعلمتها في السباحه ومفيش فايده، وبنزل لتحت لغايه ما خلاص بغرق ومحدش شايفني ولا واخد باله مني. فجاه سمعت صوت بابا بيقول لي قوم صلي. بنادي عليه الميه بتدخل في بقي، حسيت كانه جنبي لغايه ما خلاص روحي بتطلع وبس. صحيت لقيت نفسي في الخيمه، واحد من غفر السواحل شافني وجي وانقذني. شافني ازاي وجي منين معرفش. فجاه لقيت ابويا بيتصل بيا وبيقول لي انت كويس؟